بص بقى، احنا اول حاجه هنجيب نص كيلو لحمه مفرومه، بعد كده حزمتين من البقدونس وبصلتين كبار، وهنفرم كله فرم ناعم جدا لحد لما يبقى معانا بالشكل دوت. لازم يكون الفرم ناعم مفيهوش اي عروق من البقدونس. بعد كده هننزل بالخلطه ديت اللي هي البقدونس والبصل. دلوقتي هننزل بمعلقتين من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الكبابه الصيني. ودلوقتي زي ما حضرتك شايفة كده هنعجن كله مع بعضه لحد لما اللحمة المفرومة تبقى معانا بالشكل دوت. هنجيب بقى فلفل ألوان، ومعانا بصلاية كبيرة قطعناها شرايح، ومعلقة من الملح ومعلقة من الفلفل ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. وهنحط كمان شوية من الصويا صوص ومعلقتين كبار زيت، وهنخلط كله مع بعضه كويس جدا لحد لما يبقى معانا الخضار اللي احنا حاطينه بالشكل الجميل اللي انت شايفه قدامك. دلوقتي بقى هنجيب اللحمة المفرومة، هناخد منها قطعة صغيرة وهنصبعها بالشكل اللي انت شايفه دوت. تطلع معانا ماسكة وجميلة وطعمها حكاية. جربها صدقني هتعجبك جدا. وفكرك ان انت تشترك معانا في القناة لو انت مش مشترك معانا، ولو انت اول مرة بتشوفنا خد لك لفة كده في القناة، هتلاقي شوية فيديوهات هتعجبك جدا. بص بقى يا صديقي، كده خلاص الكفتة بقت جاهزة معانا. هنجيب شوية من الصلصة، هنحط عليها طبعا ملح وفلفل ومتظبطة، وهننزل بيها كده على الخضار وعلى الكفتة بالشكل اللي انت شايفه دوت. شوية على الكفتة وشوية على الخضار، هتطلع معانا كفتة محمرة وجميلة جدا. بص بقى، جبنا شوية من الجبنة الرومي وحطيناهم في الفواصل اللي ما بين الكفتة وبين الخضار، وهننزل برضك بشوية جبنة موتزاريلا، وفي الآخر طعمها هيطلع تحفة فوق ما انت متخيل. شوية من الصلصة كده برضك علشان تطلع معانا لونها أحمر وجميل، وهتبقى شكلها تحفة بالمنظر اللي انت شايفه ده. بص دوت لسه طالعة من الفرن، حاجة جامدة جدا 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 وجديدة، والطعم مختلف مش زي الكفتة العادية اللي احنا متعودين عليها. بص يا صديقي، حاجة آخر جمال، تاكلها بقى مع المكرونة صدقني هتدعيلي. جرب الفيديو دوت وجرب الأكلة ديت لو عجبتك. اكتب لنا في الكومنتات اللي انت عملتها وطلعت معاك بالشكل الجميل والطعم التحفة دوت. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.